السلام عليكم، حياكم الله اخواني الاعزاء، كل الحب وكل التحيه. تلاحظوا هذا الربل هو حق الابواب حق السيارات. بياخذ طبعا له عمر افتراضي في السياره معينه، وبعدين بيضعف الربل هذا. تلاحظون هذا في البداية طبعا بيكون قوي شديد، لما تسكر باب السيارة عليه بيكون قوي. الآن خلاص تلاحظوا أبسط ضغطة بسيطة بينزل وبيكون زي الورق وكأنه مش موجود. طبعا بعض الناس يغيرون، يروح وكالة ويغير، لما يكون مع تنسيم في السيارة هواء يروح يغيره طبعا بالشيء الفلاني مبلغ أكيد. بعض الناس بيجوني على أساس يشتي حل له، فأخليه مكانه. طبعا لما يكون سليم القاعدة حقته هذه الأساسية، لما يكون سليم أروح أجيب البيبات حق الصحراوي، حقت المكيفات الصحراوية. أتوقع أن الكل يعرفها البيبات هذه الصغيرة. طبعا في منها مقاسات، تحاول تجيب المقاس اللي يتناسب تناسب يعني معقول، مع أنه لا يدخل بسرعة. إذا دخل بسرعة ما منه فايدة. يكون بالغصب طبعا بالقوة شوي، حتى كامل الربل، ونقصه ويبقى داخله، فيعمل عملية ضغط للفتحة ما يخليها تسكر. لما تسكر الأبواب يعيد شغلها الأول أو حجمها الأول، فتكون طبيعي جدا جدا. أنا هذه نزلتها يعلم الله للي محتاجها. طبعا بعض الناس بيقول لك يا أخي وكالة، بروح بركب وكالة. روح ركب وكالة، ولكن ما جتني هذا الأربعة. تلاحظون هذا اشتغل فيها هنا، وهذه هنا، وهذه هنا جهزتها. إلا وفي ناس مش قادر على أنه يشتري هذا القطع كامل جديد، فبالربل هذا بالبايب هذا داخلها بيكون حل جميل جدا جدا ومجرب. أنا جربتها، أكون صريح معكم، في سيارات يدخل فيها هواء ضبط. قصة تركيبها طبعا بنعمل لها فيري، من هذا يسلك الفتحة، وبنعمل لها سيم. تلاحظوا نحاس، أي سيم حق بناء حق أي شيء، مجرد السيم فقط. الهدف منه فقط هو إدخال البيب في الدائرة كامل. هذا طبعا حق وراء، وحق الإمامي هذا اللي هناك جهزتهم، وهذا جاهز. ما أطيل عليكم، ولكن معلومة للي محتاجها. يعيد فتحة الربل إلى وضعها الطبيعي. فلما تسكر الباب ما عاد بتكون فيه شيء خوية، أو إنه هواء مع السرعة 80 والمية، لما تمشي 100 كيلو في الساعة مثلا بتحصل ضجيج داخل السيارة هواء. هذا بيعيد وضع الربالات إلى وضعها الجديد، إلى وضعها السابق، على ما كانت عليه أيام ما كانت جديد السيارة. كل الحب وكل التحية لكم.